شهد مجال الثقافة والفن ازدهارا كبيرا على مدى العقد الماضي، ووضع دولة الإمارات على الخارطة الثقافية العالمية. ورغم هذا التطور الكبير هناك دائما مبادرات فنية تضفي الطابع المحلي على هذا القطاع وتساهم في مناقشة المواضيع التي لها صلة مباشرة بالمجتمع. فريق شياب دوت كوم أحد الفرق الفنية الإماراتية التي تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال الأعمال الفنية التي تقدمها. نتعرف أكثر على هذا الفريق مع علي سليمان العيسائي، ممثل ومدير فريق شياب والممثل وفريق دوت كوم، وأيضا الممثل مصطفى موسى الكعبي. يا مرحبا بكم معانا في مهرجان الشيخ زايد. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا الساعة أبو حمد، الله يسلمك ويطول في عمرك. حياكم الله، يا مرحبا بك يا أبو سليمان، نورتنا اليوم وأكيد نتريى منك الكثير يا أبو سليمان. الله يحفظك ويبارك فيك يا أبو حمد، وإحنا بالعكس اليوم للأمانة متشرفين أن متواجدين من خلال هذه المقابلة من خلال قناة الإمارات. حقيقة هذه القناة العريقة، هذه القناة المميزة، الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك، ونرحب كذلك بالفنان الجميل أخونا أبو علي. يا مرحبا بك يا أبو علي. الله يرحب بك حفظنا أبو حمد ويعطيك الصحة والعافية، ومشكورين على الاستضافة الطيبة هذه. أنت مو قايل لي بتصير توديني أتعشى؟ يا ريال بلاك أنت بو هلوح. قلنا لك اليوم عندنا مقابلة جايين قناة الإمارات والعالم بتتابعك، بلاك أنت. بتابعوني؟ شياب دوت كوم اليوم قناة الإمارات. وين بتصير؟ ويمنو بعد ما تشوف قامة إعلامية قدامك، المذيع قدامك، عزاء الشرياني أبو حمد. ما شاء الله. هي صدقك تو راح حببنا. نسيت شو نسيت يا ريال؟ شو نسيت؟ أقول له بيعشينا يا ريال بنعشيك وبنغديك وبنريك، بس أباك تبيض الوجه بس. تم اعتمد يلا غايتي. بسم الله. ما شاء الله عليكم أبو سليمان وأبو علي، دائما يعني ما تمتعونا ومبدعين دائما، وفي عندكم لقطات جميله. هو يدور العشاء الحين ابو علي خلاص بترد له الذاكره الحين. هاي الاشكاليه. المشكله اني بطيني دوم بطيني ابو حمد، دوم بطيني. يا مرحبا بك طبعا الفنان علي سليمان العيسائي. يا مرحبا الساعه. ممثل ومدير فريق شياب دوت كوم، وايضا اخونا الجميل ابو علي الممثل مصطفى الكعبي ايضا. يا مرحبا بكم، نحن سعيدين صراحه بهذا السكتش الجميل، واكيد المشاهد الحين متمتع بهذا السكتش، يقول لك كانه قاعد حاضر مسلسل. ما شاء الله عليكم. الحمد لله. الله يقدرنا ان شاء الله ابو حمد، ونكون عند حسن الظن باذن الله. امين يا ابو سليمان. ابو سليمان، كيف بدا فريق شياب دوت كوم؟ وخبروا المشاهدين متى كانت هذه البدايه الجميله. ابو حمد سؤال جميل للامانه. فريق شياب دوت كوم البداية كانت في 2016. نعم. ولكن هذه بداية الفريق، ولكن كبداية فنية لا، احنا ولله الحمد يمكن قبل 2016 بسنين كثيرة يعني. نعم. نرجع لفريق شياب دوت كوم. فريق شياب دوت كوم فريق فني إماراتي متواجد على وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. طبعا من خلال تقديم بعض المشاهد التمثيلية الخفيفة، طرح قضايا مجتمعية. جميل. اي نعم، تهم الشارع الإماراتي. بو فالح وبو صالح. يا سلام. هاي شخصية الشيبان الاثنين. منو ابو فالح ومنو ابو صالح؟ انا ابو صالح طبعا. شكله هو ابو فالح. ابو فالح. انا يعني هو يقول انه ابو صالح ولا في من الصلاح شيء. لا بالعكس وانت بعد ابو فالح، ولكن الفلاح بعيد عنك. جار مؤذي. ايه جار مؤذي. لا بالعكس جميل. افضل يار. نعم. فطال عمرك ابو حمد، الفريق اماراتي 100%. نعم. يتكون البدايه كانت من 3 ممثلين. نعم. ثم انضم عندنا الله يرحمه ويغفر له محمد سالم الكعبي. الله يرحمه. طبعا توفى ابو نايف الله يرحمه ويغفر له، وظلينا نحن الثلاثه طبعا، من ضمننا الممثل، من ضمننا الكاتب، من ضمننا المخرج. جميل. هنا بنتكلم وياك ابو علي عن مرحله تاسيس الفرقه، واكيد واجهتكم تحديات. انا اللي اعرفه ما شاء الله عليكم انتم من سنين مع بعض، اعتقد واجهتكم تحديات، لكن ما اعتقد هذه التحديات اللي نحن نقول عليها. صحيح ابو حمد. شوف، اللي يحب الشيء ويبغي يوصل له بيوصل له.
احنا صادفتنا تحديات كثيره بشكل ما تتصور، خاصه في بداياتنا اللي هي الماده والمكان. نعم. الماده طال عمرك احنا لما كنا ابو سليمان كان يكتب لنا القصه ويخرجها، هذه اول نقطه. ثاني نقطه ان نبغي المكان اللي نأدي فيه او نسوي بروفات فيه. نعم. لكن للاسف ما كنا نحصل مكان، لدرجه ان صدق يعني مرات نروح نتعشى غصب على اساس نسوي البروفا في المطعم. سبحان الله. او في حديقه. شوف دائما يقول لك كل بدايات دائما تكون صعبه. صحيح. بدايه المشوار خلينا نقول 1000 خطوه. صح. وانت طال عمرك اليوم يوم تبدون اكيد الانسان بيواجه تحديات، بيواجه مشكلات على اساس انك انت توصل هذاك الهدف. صحيح. لازم تواجه تحديات، ولا اليوم ما شفت كل اليوم الممثلين والفنانين. صحيح. وصلوا يعني لاغلب التحديات لكن واجهوا كثير من المشاكل. ابو سليمان، ليش اخترتوا الشخصيات انها تكون من فئه كبار السن واخترتوا ابو صالح وابو فالح؟ ابو حمد، اليوم هذه الفئه فئه كبار السن لها تقديرها. نعم. ولها احترامها. صحيح. يكفيهم يعني يكفي هذه الفئه فخرا اللقب اللي اطلقوه شيوخنا الله يطول في اعمارهم على هذه الفئه كبار المواطنين. صحيح. الشايب دائما كلمته مسموعه. يوم بتحصل النصيحه من ابو حمد، اي واحد يسمع النصيحه من رجال كبير ياخذها بصدر رحب. صحيح. يتقبلها. فبما ان احنا توجهنا كفريق شياب.com تقديم التوجيه، تقديم التوعيه، تقديم الارشاد، فبالتالي اتوقع ان يعني جمهورنا لما يحصلون التوجيه من شيبان راح ياخذونها اكثر بطريقه اسرع يعني وتوصل المعلومه. نعم. غير هذا ابو حمد حتى الاسماء، ترى احنا يعني كل شيء في هذه الشخصيتين يعني ما اخترناهم عبث. بعد طبعا ترتيب، وبعد مثلا خلينا نقول الاسماء ابو صالح وابو فالح، حبينا ان يكون الاسم سهل ايضا على المتلقي. صحيح. المتلقي يوم بيسمع الاسماء هذه راح تتركز في ذهنه، وراح يحفظها. يحفظها بالضبط. نعم. الجزئيه الثانيه حتى الملابس اللي اخترناها ابو حمد، يمكن احنا نمثل طبعا ما شاء الله امارات الدوله. صحيح. يمكن لو ركزت في ملابسنا والجمهور ومتابعين القناه ركزوا في ملابسنا، يمكن الصديري يمثل هل البحر. يا سلام. هي الخزام زين، والشال يمثل هل البر. نعم. صحيح. فبالتالي احنا قلنا حابين ان نجمع، يكون في خليط. بالضبط. جميل. بالضبط من خلال هذه. نعم. الشخصيات. جميل ابو سليمان، نحن مستمرين معاكم على الخير، لكن نرجع لضيوفنا مشاهدينا الكرام. لكن هالمره انا ما راح احدد منو راح يجاوب على هذا السؤال، بسألهم السؤال واللي يشوف نفسه قادر على هذا السؤال هو يجاوب. خبروني كيف ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار فريق شياب.com؟ اقول ابو صلوح شو تبغى؟ ما كنا وايد يسال ترى مذيع لازم يسأل بلاك انت. فين عشين اول شيء عشينا. فضحتنا يا رجال، فضحتنا. بعشيك رفقت عليك. الجواب عندك. لا دام انه ما عشاني والله ما جاب انا رفقت عليك، الجواب عندك. والله ما جاب. بتجاوب انت بتجاوب يا رجال. جاوب. بتجاوب. ما بجاوب عليك. ما بجاوب وياك. حلفت عليك يعشيني بجاوب. ما لا تحلف يا رجال. خلاص قلنا لك جاوب. السؤال اللي بعده عندك. زيد يا ريت تتذكر السؤال بس بعد هذا اسكت. طال عمرك. بس ابو علي بطيني هو معروف جدا ابو حمد. هي بطيني. انا مش بطيني بس يوم اشوف الاكل اكل. كيف هاي ما ادري. هاي جديده. ما حبرت حد. هذه جديده. تفضل ابو سليمان. سؤالك تعيد السؤال بعد. قلنا لك كبير. ما عليه لا بس انت عاد وهقتنا. كيف ساعدت وسائل مواقع التواصل الاجتماعي في انتشار فريق شياب.com؟ شوف ابو حمد، اليوم وسائل التواصل الاجتماعي لها دور كبير للامانه. نعم. سابقا كنا نقدم اول شيء نشتغل بروفات، اتكلم عن قبل السوشيال ميديا وقبل ما يطلع للوسائل التواصل السنابات وغيرها. كنا يعني نقول اليوم عندنا عمل مسرحي، طبعا العمل كتبنا النص وجهزنا النص. نعم. اشتغلنا بروفات ما لا يقل عن شهر او اكثر، ليل نهار وتعب وشي،
وحان يوم العرض. جميل. زين. طبعا الاعلانات على مستوى ضيق، تحيد قبل يمكن بروشورات، يمكن شيبتنا يحيد. زين. يا تحط لوحه خشبيه على دوار، بنر على بنر، حتى البنر ما كان موجود يعني حديثا. نعم صحيح. لوحه خشبيه هي بالضبط على شكل 8 ابو علي، يعني هو عقها، او تاجر واحد يحط البروشورات في مشاش السياره. زين. اي والله صح. وبعد هذا تجي بتعرض عملك المسرحي وما تعرف منو بيجيك ومنو ما بيجيك. وبالفعل ابو حمد ما تحصل حد الا يمكن 10 20. وممكن يكون في حجز مسبق للمسرحيه نفسها. بالضبط. بالضبط. اي نعم. اونلاين بعد، وهذا اللي ساعد اليوم. نعم. احنا كانوا الاول يشوفون الورقه هذه على المساح، سوابها شي وفرها. لا يشيلها وينظف فيها الجامع. الا اعلانات المطاعم طبعا ابو علي انت تحتفظ فيها. لا هذه شغلتي. ابو علي خبرنا عن المشاركات المحليه والخارجيه لفريق شياب دوت كوم. ابرزها شو ابرزها؟ الله بس ما ذكرني. نحول له السؤال ابو حمد. ما ادري ولا جاوب عنه. لا انا عارف بس ما ادري الظاهر انا عشان ما يجيب العيد. لا جوعان. والله ابو حمد احنا لنا مشاركات كثيره داخل الدوله وبرا الدوله كفريق شياب دوت كوم. نعم. تعاوننا مع القياده العامه لشرطه ابو ظبي، تعاوننا مع هيئه الهلال الاحمر. جميل. تعاوننا مع جمعيه الاحسان الخيريه. وانا حقيقه يوم اذكر جمعيه الاحسان الخيريه لابد اني اوجه الشكر لشخص للامانه وقف ويانا. نعم. جميل. الدكتور الشيخ عبد العزيز بن علي النعيمي رئيس مجلس اداره جمعيه الاحسان الخيريه، نوجه له من خلال الحقيقه نعم. هذه المقابله ومن خلال هذا المنبر نوجه له 1000 تحيه. نعم. الله يعطيه الصحه والعافيه وبيض الله وجهه. كذلك ايضا تعاوننا مع كذا جهه. الهلال الاحمر احنا ذكرناها. نعم. هذا يعني المشاركات في مؤسسات حكوميه بعد تعاوننا وياها في مناسبات ابرزها، خلينا نقول ابرزها. اما على المستوى او الصعيد الخارجي ابو حمد ولله الحمد 5 أو 4 أو 5 مواسم. جميل. في مهرجان الجنادريه في المملكه العربيه السعوديه. نعم. من خلال جناح دوله الامارات المشارك في مهرجان الجنادريه. جميل ابو سليمان وابو علي، نحن مستمرين معاكم على الخير، لكن مشاهدينا الاعزاء فاصل قصير. نرجع لضيوفنا مشاهدينا الكرام ابو علي وابو سليمان، منورينا والله يا ابو علي وابو سليمان. الله يسلمك. الله يسلمك. باكلك الليله حلوه طيبه ابو علي ان شاء الله. عليك. نعم شيء طيب. بس بنسال السؤال هذا ما ادري بكم عاد انتم يعني انا ابو علي كل ما اسالك تقول لي عن ابو سليمان. اذا صعب اسالني انا. اذا صعب والله ما ادري خاف العكس. بشوف السؤال. زين في رايك كيف تساهم اليوم الفنون المعاصره اللي تتماشى مع تطورات العصر في طرح التحديات المجتمعيه واللي يتقبلها المتلقي؟ ان شاء الله. كيف تساهم الفنون؟ ان شاء الله. تفضل يا ابو علي. لا هو سالنا احنا الاثنين. لا طال عمرك انا جاوبت الحين سؤالين. هي الحين عندك. والله يا ابو حمد شوف. نعم. الاشياء هذه اللي نشوفها احنا من اول ما دخلنا شفنا جنسيات كثيره. نعم. موجوده. عرفت كيف؟ هذه تعطيك يعني مثلا اذا بتمر هني وبتلف المكان هذا بتشوف ثقافات الدول اللي موجوده، فانت تاخذ من ثقافاتهم وهم ياخذون من ثقافتنا. يعني تبادل ثقافات. صحيح. يعني انت الحين ضفت شيء؟ لا انا اختصر لك ابو علي. انا قاعد اتكلم الحين. لا لان البرنامج بيخلص وانت ناخذ من ثقافتهم ونودي ثقافتنا، تبادل ثقافات. قلت تكلم ما بس هذا هو ما في. توجه لك السؤال. زين ابو علي، بما ان نحن ما بقى وقت على اللي هو ما ادري هل عندنا نقدر نسال مخرجنا ولا خلاص؟ زين. مهرجان الشيخ زايد يجمع كثير من الجنسيات المختلفه، كيف يساهم هذا في الفنون في مختلف الثقافات اليوم في مهرجان الشيخ زايد؟ اليوم احنا عندنا كثير الثقافات صحيح. موجوده. نعم ابو سليمان تفضل. ابو حمد اكبر دليل فريق شياب دوت كوم اليوم متواجدين في قناه الامارات وضمن مهرجان زايد التراثي. نعم. فبالتالي متى ما تم التعاون بين هذه المهرجانات والفرق
الفنية الموجودة في الدولة. أنا ما أتكلم عن شياب.com فقط، إنما أتكلم عن الفرق الموجودة في الدولة من خلال مشاركتها في هذه المهرجانات. نعم. أكيد المهرجان راح يزوره أكثر من جنسية، جنسيات مختلفة، فبالتالي راح يشاهدون المشاركة اللي تقدمها هذه الفرقة أو المشاركة اللي يقدمها هذا الفريق، فراح ياخذون طبعا فكرة عن هذا الفريق، راح ينتشر اسم هذا الفريق من خلال هذه الجنسيات وهذا الجمهور. جميل. أبو سليمان، السيد علي سليمان العسائي ممثل ومدير فريق شياب.com، أنا أشكر جزيل الشكر. جزاك الله خير. وأخوي أبو علي الممثل مصطفى الكعبي أيضا نشكر جزيل الشكر، وأنا سعيد اليوم أنكم تواجدتوا. نشكركم جزيل الشكر ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق وإنجازات جديدة وأنتم فريق رائع من زمان، وإن شاء الله من أحسن إلى أحسن، والله يوفقكم جميعا إن شاء الله. شكرا جزيلا أبو حمد. للأمانة أنا من خلال هذه أنا اللي أتكلم. تفضل طلب. مشكور يا أبو حمد، يعطيك الصحة والعافية، ونشكر القناة الموقرة والأشخاص اللي موجودين حوالينا. تكلم حبيبي. شكرا لك أبو علي، شكرا لك أبو سليمان. إلى هنا مشاهدينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا، ولذلك الحين نتمنى أن نلقاكم على خير وفي أمان الله.